السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قصة جديدة. قصتي اليوم قصة غير شكل ممنوع للمراهقات يدخلوا ليها، ممنوع زائد 18. هاد القصة هذه مهم نبداو على بركة الله، وقبل ما تنسونيش من اللايكات نتاعكم الله يحفظكم وشي تعليق زوين، وعلاش الليل ما تبارطاجيوش الفيديو. بسم الله. سميتي كريمة، كنعيش في واحد الأسرة عادية، أسرة محافظة على قد الحال، ساكنين في حي شعبي مزيان. أنا الثالثة في خواتاتي، كاين جوج كبارين مني وأنا الثالثة وعاد الآخرين، المهم بينا 4 ديال البنات وجوج ولاد. أنا منين درت 14 عام، وأنا سابقة سني كما كنقولوا. القرايه خرجت من السابعه، ما قريت ما والو. من درت 14 عام راه بديت، ماشي غير جاتني المراهقه، شي حاجه فوق المراهقه. بديت يا لاله، بديت ندير في المكياج، نطلطل فيه، بديت كنلبس نسلف على البنات، لبس هذه نبان بيها، لبس هذه نبان بيها. وهنايا ما وبا داروا عليا الحظر، ما فين ماشيه ما فين ماشيه، ونخرج نجلس. انا كان كيعتبروني داك الساعه مازال صغيره، نخرج هكا نجلس مع البنات حدا الباب، غير في الحي هكا كندورو، حتى كنضربها بسلته كنمشي. المهم بديت كنتصاحب مع الدراري وكنخرج، المهم ما عندي غرض. داك الساعه كانوا التليفونات مازالين ما كاينينش، كان غير الفيكس. من بعد واحد العامين عاد خرجوا داك البورطابلات العاديين، ما فيهم لا واتساب لا والو. المهم شويه قلت شغندير باش ناخذ حريتي في الخروج، غادي نمشي للمعمل ديال الخياطه نخدم. قلت لهم انا غنمشي نخدم، انا غنمشي هذا، انا كتقيلوا عليا خارجه الناس كيشوفوا، خلوني نغبر وجهي. المهم نمشي نخدم. مشيت كنخدم في واحد المعمل د الخياطه، واخا ما كنعرف لا خياطه ولا هم يحزنون. مشيت، المهم مشيت محلقه على الحاله، مشيت وانا من ديك النوع ديال سبحان الله عاطيه العين، ماشي زوينه، ماشي عندي شي طاي من ديك لاطاي اللي على بالكم، لا انا طويله هكا وضعيفه شي شويه، ماشي عامره ولا شي حاجه، لا بالعكس، ولو بحال شي عارضه ازياء هكا دايره انا، ومقبوله واحد القبول ما نقولكمش. اللي شافني كيبقى حال فمو فيا، علاش الله اعلم. المهم ماشي شي زين مطرطق، مزيونه، ولكن ماشي زعما داكشي اللي على بالكم. مشيت لهداك المعمل، قلت لهم بغيت نخدم، اش كتعرفي ديري؟ قلت لهم ما كنعرف ندير والو. المهم لان غير دخلتهم، انا كنشوف النظرات نتاع الاعجاب دايره بيا، دخلوني كندير، مره كنقي الخيط، مره كنطراسي هكا شي حاجه بواحد الطباشير كيعطيوه لي، كنصايب بيه هكا شي حاجه. ايوا المهم اش غادي نقول لكم، كلشي اللي تما حط عليا العين، يعني عاد جديده، كلشي باغيني، كلشي هذا. وانا اختكم ما مسوقاش، راني كنضحك مع هذا ومع هذا. وشويه شكون غادي نطيح، يا سيدي ولد مول داك المعمل، هو اللي مقابل تما، كنشوف وكيدير فيا شي شوفات وهذا، حتى انا بقيت كندير فيه شي شوفات، انا بانت لي فيه. ايوا هي هذيك تصاحبت معاه، بقيت كنمشي معاه وماشي غير معاه. المهم راه اللي جايه العمر ديالي زعما سبحان الله. وشويه المهم بقات ما وبا مضيقين عليا الخناق. شي مره كنقول لهم راه كنخدم الليل، وانا راه ما كنخدم لا ليل لا والو، كنمشي كندلع. كان واحد بنات الجيران حتى هما خدامين في ديك المعمل، كانوا كيدوزوا من حدا الدار نتاعنا، عاد كيدوزوا لدارهم، كتسولهم واش كاين اللي خدام الليل هذا النهار، واش كاين اللي هذا. هما ما كانوش كيبغيو صراحه يشكموا، كيقولوا لها ما نعرف. المهم حنا خرجنا، هي راها حقه في واحد الجهه بعيده علينا، ما عرفناهاش واش خدمات ولا ما خدماتش الليل. المهم بقينا هكاك، المهم مضيقين عليا الخيناق، علاش درتي المكياج، علاش لبستي، علاش هذا، شنو غادي ندير. واحد النهار كنت صاحبت مع واحد الفاكانتي، وجا مشيت قال لي واش تمشي معايا للسعيديه، قلت له يلا. هزيت حوايجي فواحد السويق وانا نمشي، المهم بحال هربت. ومشيت الصباح للمعمل، كيسايلوني العشيه نجي ما نجي، نجي ما نجي، نجي ما نجي. مشاو كيسولوا عليا، قالوا لها هاد النهار اصلا راه ما خدماتش. بقاو كيقلبوا عليا، كيصونيو على العائله، فينا هي شو وقع لها. وكان عندي انا واحد التليفون من داك الصغاري، كيصونيو عليا طافيه. المهم تدوزت داك اليومين في السعيديه وشويه، وما قدرتش نرجع للدار. كان شي الطريق نيشان، مشيت لواحد المدينه كبيره عند واحد خالتي راها تما وليداتها شويه كبارين عليا. المهم كل واحد فين هي
هي راجلها ميت. مشيت لتما عندها، وداك الساعه خالتي صونات عليهم قالت لهم ها هي هنايا. بقى با كيقول لها غادي نجي نقتلها، غادي نجي ندير لها، غادي نجي هذا غادي. قالت له دابا شوف، دابا ملي بانت صافي ميكو عليها شويه، خليوها باش ما تنوضش عاوتاني تمشي دير شي كارثه. صافي بقيت تما شويه، بديت كنخرج حتى هي عاوتاني بقات عليا الخروج ما خروج. واحد النهار جيت قلت لها خالتي راني لقيت دبرت على راسي في الخدمه. قالت لي فين؟ قلت لها راني لقيت خدمه في واحد الشركه ديال الماكياج. صافي بقيت قلت لها ولكن راه كيخدموا مره كيخدموا النهار مره كيخدموا الليل، انا حقا راه غادي نخدم الطورنو ديال الليل. صافي بقيت كنمشي مع داك السبعة ديال العشيه كنخرج، ما كنجي حتى 8 ديال الغد لي ولا 7 وفي النهار راه كنقيل شاخره. ولا في كنت كنمشي، انا راه كنت كنمشي لي بواط، يعني قلت لكم خرجت لها طول وعرض. بقيت كنمشي لي بواط كنقيل، ورجعت نكمي رجعت نشرب. عارفين مدينه كبيره، ما عرفني حد ما شافني حد، خديت اكثر من الحريه وفقدت الشرف ديالي وما عندي غرض. يعني داك الساعه راني كملت 16 عام، 16 عام دايره هاد الفضائح كامله. المهم واحد النهار جالسه انا في واحد لابواط جالسه، كيجي واحد السيد جلس حدايا. انا جلس قال لي 500 درهم تمشي معايا. قلت له 1000 درهم نمشي معاك هكا. قال لي مرحبا. مشيت مع هذاك السيد. صافي المهم هذيك هو شغلي. دابا انا رجعت هاك ورا، ورجعت كنصيفط لهم انا البا هما، كنصيفط لهم مره كنصيفط لهم هكا شي حاجه. حقا ما حقا راني كنخدم في شركه الماكياج وراه كيخلصونا مزيان، وكنزيد السوايع وكندير. صافي المهم هما نيت قالوا راها مع خالتها رد لها البال، ومن هنا غبرات علينا من هذا الحي الشعبي بشوهاتنا هنايا. صافي بقيت هكا كاينه. وديك النهار ديك السيد سميتو خالد. صافي الصباح كل واحد مشى في حالاته عاوتاني. المهم كل نهار فين كنمشي كل ليله فين كنمشي، وتعرفت على واحد الجروب نتاع البنات نيتوما هادوك. صافي كدوز واحد السيمانه كنتلاقى عاوتاني في نفس الاخر. جا السلام السلام، تمشي معايا؟ قلت له نمشي. صافي بقينا مره كنتلاقاو شويه، عطاني النمره ديال التليفون، عطيته النمره ديال التليفون. قال لي المهم بغيتي شي حاجه احتاجيتي شي حاجه مرحبا. صافي المره الثالثه فين غادي نتلاقاو هو صونا عليا قال لي فين راكي؟ قلت له ها فين راني. صافي جا عندي مشيت عاوتاني هنا بقى كيسولني على حياتي الشخصيه، وهذا قال لي انت مازال صغيره زعما اش كديري في هذا الدومين، اش كديري في هذا الميدان، وما تقولي لياش كنخدم على ما با معوق ما كيخدم. قلت له شوف انا نجيك صريحه، انا عندي با عندي ما عندي خوتي ساكنين عايشين على قد الحال، ماشي داك الفقر المكحط اللي كتعرف، الا با كان خدام مع الدوله. عنده التقاعد نتاعو، ملي خرج التقاعد نتاعو شد واحد الطاكسي كيخدم فيها. يعني قلت له ماشي نقول لك انا راه كنخدم، قلت له انا بغيت نخدم انا على راسي، انا بغيت نعيش الحياه. ما قريتش وعارفه راسي غادي نبقى، غادي نتزوج شي واحد نيت في نفس المستوى ديالي، غنولد عاوتاني شي ولاد غادي يعيشوا داكشي اللي عشت انا. قلت له انا هكا، انا مازال صغيره كنشوف ديك الحياه كنت كنشوفها غير في المسلسلات والافلام. بغيت انا الفلوس نلبس نخرج نلبس، ماشي شغلي المهم. صافي قال لي اول مره كنشوف شي وحده ما كذباتش عليا، كاين غير اللي كتقول لك حقا كنشري الدواء لما كنشري الدواء لبا. قلت له انا راه ما كنشري لا دواء لا هم يحزانوا انا. قال لي ولكن انت مازال صغيره. قلت له دابا صافي هادشي اللي عطا الله هو هذا. من مورا هاد اللقاء اللي سولني فيه هاد الاسئله هادو السيد غبار لمده شهر، لمده شهر. صافي نسيت انا مورا كاينين اخرين كل مره مع من كنمشي. شويه عاوتاني واحد النهار حتى كيصوني عليا فين راكي؟ قلت له ها فين راني جا عندي. قال لي واش مازال ما هداكش الله، واش مازال كتخرجي؟ قلت له والله ما كاين ما يدار، ما كاين ما يدار، ما كاين هذا. وقال لي داركم فين كيعرفوا كي راكي كتمشي في الليل؟ قلت له ودي دارناها في المدينه فين كاينين، انا هنا مع خالتي، وخالتي قلت لها راه كنخدم في شركه الماكياج، وهما نيت مره كنصيفط لهم شي حاجه كنعاونهم بها باش مميكين عليا. ومهم عاودت له التفاصيل ديال حياتي، هاد الطريقه باش جيت لهنا، راه كنت هربت واحد اليومين وعاد وليت جيت لهنا عند خالتي وهذا. بقى كيشوف قال لي غادي نقترح عليك واحد الاقتراح. قلت له شنو هو؟ قال لي شنو نظرك
الا ما بقيتي تخرجي حتى مع شي واحد، تبقاي تخرجي غير معايا انا، واللي خصاتك نعطيها لك وغادي نتهلا فيك مزيان. قلت له ويلي شحال قدك كاع؟ قال لي ماشي شغلك، انا الفلوس ما كتهمنيش، انا بقيت تخرجي منين بغيك انا تخرجي معايا غتخرجي معايا، منين ما نصونيش عليك انا ولا صافي جلسي في الدار، ما تبقايش كتخرجي، وانا اللي بغيتيها غادي نعطيها لك. قلت له صافي متفقين. صافي مشيت جلس، قلت لخالتي داك الشركه راه عندهم شي مشكل، غادي يسدوا واحد الايام وهذا. قلت راه نجرب. ايوا هي هذيك، جلس واحد 3 ايام، عطاني داك النهار، عطاني واحد المبلغ مهم، ودازت موراها السيمانه الاخرى كيصوني عليا قال لي خرجي البلاصه الفلانيه غير تما في ديك الحي فين ساكنه خالتي. كنلقاه صيفط ليا داك السيد اللي كيكون معاه، ما عرفت واش خدام معاه ولا خدام عنده ولا شي فور ديالو، الله اعلم. المهم هذاك السيد اللي كنعرف باين عليه لاباس عليه. جا داك السيد مد لي واحد المبلغ ديال الفلوس، قال لي الامانه صيفطها لك خالد. شديتها صافي، صونيت عليه قلت له شكرا وهذا. قلت له واش نقول لك، منين جالسه انا نشوف واش نضرب شي دوره عند ما وبا نشوفهم وهذا. قال لي فيها خير، صافي سيري، ولكن قبل ما تمشي تنشوفك. هذيك هي قبل ما نمشي عاوتاني، المهم دور معايا مزيان، شريت الحوايج لخوتي وشريت الهادي ومشيت دورت معاهم، وهذه السيده بحال جايه من الخارج. ايوا المهم داك الحلوف كامل اللي كان با حالف فيا وما هضرش كاع معايا، قال واقيلا السيده صافي راه دارت عقلها. المهم مشيت جلست تما واحد 3 ايام، وليت رجعت في حالاتي. حتى كنلقى السيد عاوتاني كيصوني عليا وهذا. قال لي شوفي انا غادي نجيك من الاخر. قلت له شنو؟ قال لي تزوجي بيا. قلت له كيفاش؟ قال لي تزوجي بيا. قلت له واش كضحك عليا دابا انت غتزوج بيا انا؟ شنو ما كتعرف؟ قال لي داكشي اللي باغي نعرف عليك راه عرفتو، راني عرفت داكشي اللي باغي نعرف عليك، دابا انت واش تزوجي بيا؟ ما غادي يخصك حتى شي خير، ها انت غتعيشي مزيانه، ولكن شرط واحد، لقاكي درتي هاه ولا هاه غادي نقتلك، ماشي غادي نطلقك ولا غادي هذا. قال لها غادي نقتلك في البلاصه، ما غاديش نتناقش معاك. قالت له صافي مرحبا. قالت له صافي مرحبا، واش تمشي لدارنا تخطبني ولا هذا؟ قال لها المهم عيطي لهم هما يجيو لهنايا. صونا هو دوزت له خالتي هضرات معاه وهذا، قالت له مرحبا ولدي. صونات على ما وبا وجاو، كنقول انا المهم هو واش يجي ولا ما يجيش ولا غير كيكذب عليا، الله اعلم. جات ما وهذا، قالت لي شكون هو هذا؟ قلت لها والله ما نعرف، السيد راه كيبان لاباس عليه. قالت لي شنو كيخدم؟ قلت لها ما نعرف، وقيله تاجر ولا كيبيع ويشري ولا عنده المشاريع، المهم الله اعلم. قالت لي هاي وهذا علاش غادي يديك انت بالسلامه؟ قلت لها ما نعرفت. المهم هذا الشيء اللي قال لي هو، جيت وجا هو هذاك، ما جاش انا بلا ما تصدعوني تبقاو تقولوا لي راه ضحك عليك ولا ما ضحك عليك ولا، انا ماشي شغلي، انا هذا الشيء اللي قال لي قلته لكم. ايوا حتى كنلقاو السيد جاي ما خلا ما جاب، جا هو وداك السيد اللي كيكون معاه. فاش دخل بداو كيهضروا، هذا بغيت بنتكم بغيت هذا، كيقول ليه با اش كتخدم هذا؟ قال له المهم عندي التجاره ديالي وهذا. قال لي وليدي ولكن فين هما والديك؟ ما جبتي معاك حتى شي واحد؟ قال لهم وليدي في مدينه بعيده وكبارين شويه وهذا، المهم في العرس غادي تشوفوا كلشي، العائله غادي تعرفوا عليها. صافي وهي ما تقول له صافي خليه عندك، نوصلوا الكذاب حتى لباب الدار. صافي اتفقنا، درنا النهار. قال لهم ما تخمموا حتى لشي حاجه، انا غادي نتكلف بكل شيء، وانتوما عرضوا على العائله اللي بغيتو وعرضوا على العدد اللي بغيتو. صافي المهم سيد شد القاعه، جمعت انا ورقيه باش غادي نديروا العقد وديك الشيء. درنا العقد، دار لي واحد العرس ما نقول لكمش ولا في الاحلام، وانا مازال ما متيقاش، نقول واش هاد الشيء شي فيلم دايروا عليا هاد السياد والله الله اعلم. زعما هو الفخام وديك لاباس عليه، اش غادي يديني زعما انا هكا يعني بنت الزنقه كما غادي نقولوا، ماشي شي حاجه زعما انا ماشي خارقه الجمال ولا راه زوينه، ولكن ماشي شي حاجه، راه كاين ما احسن مني. قلت صافي فيها خير. وجاو عائلته الصراحه، جا تما باه كانوا العائله نتاعو، المهم بزاف العائله نتاعو حضروا في هذاك العرس، ما تعرفوا عليا تعرفوا على والديا، زعما ما شفت منهم حتى شي حاجه، عادي باينه هو فارض الوجود ديالو عليهم وديك الشيء. صافي مشينا وغادي نسكن لك في واحد لاله مولاتي فيلا كي دايره،
انا تخلعت، دخلت لها وتخلعت صراحه. ملي كنت كنمشي معاه ما كنتش كنمشي لداك الفيلا معاه، كنت كنمشي معاه لواحد لابارطومون، ولكن هذيك الفيلا قال لي هذه هي فين غادي نسكنوا. وفعلا سكننا تما. وانا مازال كنقول لا لا، هذا راهي غدا ولا بعدو غادي يقول لي جمعي حوايجك يلا غبري عليا. صافي المهم ما كنخرجش بوحديتي الا خرجني هو وديك الشيء، ولكن كيغبر الصراحه كيقول لك راه عندي الخدمه وعندي هذه، ما كيخلي ما كيجيب. شرا لي تليفون زوين وهذا. في هاد الوقيته هادي كان انا با وما كانوا ما متفاهمينش، ما بحال عيات ومرضات. هو كيقول لها حقوقي الشرعيه، ما حقوقي الشرعيه، ما بغيتيش سني لي نتزوج. قالت ليه ما شوفي الا سنيت لك واش تبعد مني. قال لها سني لي نتزوج ونبعد منك. قالت له سير يلا سير الله يعاونك. سنيات لما مشات تزوج، ولكن راه ما طلقهاش. انا با عنده التقاعد نتاعو كيخدم في الطاكسي. مشات تزوج وحده مازال عندها ديك 37 ولا ونات ولد معاها وديك الشيء. هذاك السيد فاش قلتها له هذا قال لي ماشي مشكل. شرا واحد البارطما ودارها لي في سميتي حتى كيجيب لي داك الورقه. قال لي ها هي دي ديالك. قلت له واو كيفاش؟ تما عرفتي انا كنبقى غير كنشوف. قلت له بصح ديالي واش اللي كتكذب عليا؟ قال لي والله الا ديالك. واش غديري؟ غادي تصوني على ماك وغادي تجي غادي تسكن هنا هي وخوتك. منها ها هما قرابين لك لان مدينتكم بعيده شويه. منها ها هي ملي قلتي باك صافي تزوج ما عندها علاش غادي يبقاو تما. صافي جبت تما سكنت تما في ديك البارطما وفرشناها مطقطق حتى السلام عليكم. ما جبتش معها كاع داك الفراش القديم يا وخوتي. ووفر لهم واحد المبلغ شهري كيعطيه لي انا ليدتي وكندي لهم. ومني كنمشي عندهم ما كنخلي ما كندير. درت البيرمي عطاني الطوموبيل كنخرج كندخل. ولكن صراحه الله يعني صافي داك الطريق نسيتها ما بقيتش كاع داكشي اللي قال لي كنقول له امين. كنمشيو فين كاين والدي هكا في العيد الكبير ولا شي مناسبه ولا كيقول لي يلا ها شنو تلبسي ها شنو ديري. المهم داكشي اللي قال لي كنقول له امين. ما كنتناقش كاع معاه حتى ما كنقول له لا فين مشيتي لا منين جيتي. كيقول لي صافي راه عندي الخدمه وهذا صافي وجالسه. وعندي في الدار واحد البنت كتعاونني صافي. وقلت انا هاد السيد مازال ما قال لي لا ولدي لا والو، حيت في الاول دارها معايا قال لي غادي تشربي الكينه ما غنولدوش دابا حنا بلاتي علينا. صافي داز عامين بالضبط. وهاد الوقيته راه جبت الوالده ديالي معايا وهذا في ديك الدار الاخرى. صافي هو يقول لي صافي غير حيدي داك الكينه. حيدنا داك الكينه بقينا شي عام كذلك تداني للطبيب. مشينا للطبيب قال لي الطبيب ما عندكم حتى شي مشكل. صافي موراها ولدت. صافي وهاد صافي ولدت. وحاليا وليداتي كبروا. الولد الكبير عنده 16 عام والبنت الاخرى عندها 12 عام. عندي بنت وولد عايشه مخيره. مشيت انا وام العمره ديتها العمره مشيت حتى انا معاها. والحمد لله والشكر لله. يعني هذا الراجل هذا نقذني من الضياع ونقذني من واحد الطريق اللي كنت غاديه للهاويه. ولكن واخا هكاك يا بنات الا سمعتوا هاد القصه راه ما ديروش بحال هاد البنت هادي. راه ماشي كلشي غادي يصدق له بحال هاد البنت هادي. هاديك لقات واحد نقدها وصدق لها الزواج هكا وشي لاباس عليه. اما بزاف كيخرجوا لداك الطريق راه كيضيعوا. وهنا كانت النهايه نتاع القصه نتاعنا والسلام عليكم.